اهلا بحضراتكم. في افكار بتبدا كنصيحه وتتحول مع الوقت العقيد، وفي ناس بتدور على الشفاء فبتلاقي نفسها بتسلم عقلها لاي وعد بالنجاه، لدرجه ان في منهم اللي بيسلم نفسه للدجالين. بس السؤال هنا مش عن المرض، السؤال عن اليقين. لما حد يقول لك كل اللي بتاكله غلط وكل اللي تعرفه عن الاكل محتاج يتنسف، هل ده علم؟ احنا من موقعنا ده ما بنأيدش فكره ضد التانيه، احنا بنعرض وحضراتكم لكم الاختيار وبنحكي مع بعض. النهارده مش بنتكلم عن نظام غذائي، احنا بنتكلم عن ظاهره دخلت بيوت كتير من باب الامل، لكن سابت وراها جدل مخلصش حتى بعد رحيل صاحبها، دكتور ضياء العوضي. ابتدع نظام سماه نظام الطيبات، بين ناس مؤمنة بيه وناس خايفة منه، بين الدين والعلم والحقيقة. مين هو ضياء العوضي وايه هو النظام بتاعه؟ دكتور ضياء العوضي استاذ تخدير وعناية مركزة، خرج بفكرة قلبت قواعد التغذية التقليدية. نظامه كان بسيط في شكله، كان صادم في مضمونه، منع البقوليات والخضروات الورقية والبيض والدواجن واللبن، وسمح بالنشويات والسكريات والمخبوزات، وسمى النظام ده سماه نظام الطيبات. الفكرة الأساسية للنظام ده إن معظم الأكل اللي بنعتبره صحي هو في الحقيقة عبء على الجسم، وإن الحل هو إعادة ضبط كاملة للي بيدخل جسمنا. النظام انتشر بسرعة، مش عن طريق أبحاث أو دراسات، لكن عن طريق قصص، قصة شخص خف، شخص اتحسن، وشخص بيقول أنا كنت بموت وبقيت كويس. وهنا تبدأ أخطر نقطة. لما التجربة الشخصية تتحول لدليل عام، ولما الأمل يتحول لقناعة بدون ما يعدي على ميزان العلم، لابد أن نتوقف قليلا ونقول النقاش خرج من الطب ودخل في مساحة تانية أكتر حساسية. النظام ما تقدمش بس كنصيحة صحية، لكن ليه باسلوب ديني. اتقال إن في أطعمة أدنى وأطعمة طيبة، واتربط الكلام بنصوص دينية علشان يكسب قوة أكبر. لكن في المنهج الإسلامي في قاعدة واضحة، الأصل في الأشياء دايما هو الإباحة. يعني إيه؟ يعني أي أكل أو طعام هو حلال يكون فيه نص صريح بيحرمه. الدين عندنا ما سابش حاجة للظروف أو للاستنتاجات. وهنا ظهر التساؤل بتاعنا، هل من حق أي اجتهاد بشري يوصف أطعمة مباحة بأنها خبيثة أو ضارة أو غير صالحة لكل الناس؟ ولا ده خلط بين الرأي الطبي والحكم الشرعي؟ هنا لابد أن نتوقف قليلا. في فرق كبير بين انك تقول الطعام ده ممكن يضر بعض الناس، وبين انك تقول الطعام ده في حد ذاته ضار. القضية هنا مش دفاع ولا هجوم، القضية حدود الكلام. فين ينتهي العلم وفين يبدأ الدين؟ امتى يتحول الاجتهاد لنوع من فرض رؤية على الجميع؟ طبيا المواجهة كانت مباشرة، لان النظام بيشيل عناصر اساسية من اي توازن غذائي. غياب البروتين الحيواني المتكامل ممكن يؤدي لنقص في فيتامينات زي بي 12 وزي فيتامين دي، والاستغناء عن الخضروات بيعني نقص في الألياف والمعادن. في المقابل الاعتماد الكبير على النشويات والسكريات بيفتح باب لمشاكل زي مقاومة الأنسولين مثلا. لكن النقطة الأهم مش بس في محتوى النظام الغذائي، لكن في غياب الدليل العلمي. العلم ما بيقفش على تجربة شخص ولا حتى 1000 شخص، العلم بيحتاج دراسات كبيرة جدا، بيحتاج تجارب ومقارنة وأبحاث، اللي بيعرف بالدراسات مزدوجة التعمية، عشان نقدر نقول بثقة ده نافع وده ضار. وعشان كده كتير من الأطباء رفضوا النظام، مش لأنهم ضد الفكرة، لكن لأن الفكرة لم تختبر بشكل كافي. عشان كده نقابة الأطباء أصدرت قرارها بشطب دكتور العوضي من النقابة عشان ما درسش التجربة بتاعته بشكل كافي. وبعدين جت اللحظة اللي وقفت عندها كل الأسئلة، مفاجأة وفاة الدكتور ضياء في الإمارات دون مقدمات معلنة ودون تفسير واضح للرأي العام. وهنا انقسم الناس، في اللي ربط بين النظام والوفاة، وفي اللي رفض الربط تماما، وفي اللي اختار الصمت، وفي اللي قال اتقتل عشان كلامه صح. لكن الحقيقة اللي ظهرت وأعلنتها دولة الإمارات العربية الشقيقة إن الوفاة طبيعية جدا نتيجة جلطة دموية في القلب سببت الوفاة. والتقارير صدرت عن دولة الإمارات العربية الشقيقة بتقول كده عن حالة الوفاة. صحيح ما كانش فيه شبهة جنائية في وفاة دكتور العوضي، لكن إنسانيا الصدمة كانت موجودة، لأن الشخص اللي كان بيتكلم عن نمط حياة يفترض إنه يحمى من المرض رحل فجأة. وهنا السؤال الحقيقي مش إيه السبب،
لكن هل في حاجة اسمها ضمان كامل للصحة؟ ولا احنا احيانا بنتمسك بأي فكرة تدينا احساس بالامان حتى لو كان الامان ده وهمي؟ هنا نتوقف قليلا. احنا ما بنحكمش الاشخاص ولا بنصدر احكام نهائية على الافكار، لكن بنتوقف امام ظاهرة اختلط فيها الطب بالدين والتجربة باليقين والامل بالخوف، بين نص ثابت وعلم بيتغير كل يوم. تفضل الحقيقة محتاجة توازن. رحل دكتور ضياء، لكن السؤال لسه موجود: هو احنا بندور على الحقيقة ولا بندور على اي احساس بالاطمئنان؟ الحقيقة الاكيدة الواضحة هي ان اجسامنا امانة وعقولنا مسؤولية. رحم الله دكتور ضياء العوضي وألهم أهله الصبر والسلوان، ورحم الله كل من اجتهد لخدمة الإنسان والإنسانية والبشرية، وكل من حاول ووفق، وكل من حاول ولم يدركه الصواب. أشكركم، وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.